اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم ارحم جميع موتاي وموتاكم وموتى المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لهم وعافيهم واعف عنهم. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثبتهم عند السؤال يا رب العالمين. اللهم إن كانوا محسنين فزد من حسناتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم يا رب العالمين واسكنهم فسيح جناتك جنات النعيم. اللهم آمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في القناة، أهلا وسهلا بكل حد جديد مشرفني في القناة، مشرفيني ومنورني. أنا اسمي إسراء، أتمنى من حضراتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني إشعار بكل فيديو جديد أنا بنزله. النهارده معايا بقى مشتريات خضار وهو منظفات. عايزه اقول لكم يعني هو اللهم لك الحمد على كل حال يا رب. عرفوني الاسعار عند حضراتكم ايه. شكرا لكل كلمه حلوه بتقولوها في حقي، متشكره جدا لحضراتكم. ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي يا رب، ويكبر بخاطر كل حد بيكتب لي كلمه حلوه تسندني. متشكره جدا، ربنا يا رب يبارك في حضراتكم. هقول لكم اسعار السوق النهارده. فيديو المشتريات اللي فات كان عند والدي الله يرحمه. النهارده الفيديو بقى عندي، وبصوا فرق الاسعار. يعني كان المفروض ان الاسعار عندي انا ارخص من هناك، لا الموضوع اتعكس. فاللهم لك الحمد على كل حال. البتنجان هناك كان الكيلو ونص ب10. انا وريت لكم الفيديو، الكيلو ونص ب10. انتوا متخيلين انا عندي بقى وبتنجان، يعني مش هكدب عليكم، يعني مش اللي هو الواو، يعني مش اللي هو الحلو. هناك الكيلو ونص ب10، هنا ده ب8 جنيه. بصوا شكله مش اللي هو يعني حاجة، يعني مش صابح زي اللي اللهم بارك اللي كان هناك. كان صابح وحلو وصغنن كده، انا بحب الصغير ده جدا. فاللي هنا بصوا في منه بايت على صابح ب8 جنيه، يعني حتى مش اللي هو ب6 او ب7، لا ب8. وفي بقى اللي انضف حاجة خالص ب12 جنيه. فجبت ابو 8 جنيه عشان ناويه ان شاء الله هعمل النهارده محشي بتنجان. جايبه دول كيلو ونص ب12 جنيه. ف يعني يعتبر بالنسبه لي انا، لان انا عندي الخلطه، فانا وجبه النهارده كلفتني 12 جنيه بس. فتخيلوا، اللهم لك الحمد يا رب. انا بحب اعمل الخلطات بتاعه المحاشي وعينها في التلاجة، او الخلطه اللي هي الصلصه واشيلها في الفريزر. بتوفر عليا وقت ومجهود رهيب جدا. بتبقى واقفه معايا على الخضره او الرز بحطه فيها، وبروح عامله بيها الاكل على طول. بتوفر معايا وقت ومجهود حلو جدا على فكره الموضوع دوت، وعجبني جدا. الطماطم متهيألي الفيديو اللي فات كانت الطماطم، والله مش فاكره، كنت قايله لكم كيلو ونص ب10. ديت انا جايباها من هنا ب5 جنيه. هي طماطم يعني كويسه، ما فيهاش اي حاجه. في على فكرة ب5 وفي ب6 وفي ب4، اللي هي المستوية قوي بقى، دي اللي تتاخد يتشال منها اللي يتشال وتتعمل صلصة على طول. لكن دي انا جايباها عشان سلطة ب5 جنيه هو الكيلو، فجبت كيلو ب5 جنيه. في كمان القتة دي انا كلنا منها على فكرة. عايزه اقول لكم طعمها لذيذ جدا جدا جدا، ومسكرة وتحفة تحفة تحفة، احلى من الخيار 100 مرة. ب5 جنيه وارخص تقريبا من الخيار، لان الخيار ب8 جنيه. القتة دي تحفة تحفة، وفي السلطة جميلة جدا جدا جدا، والله العظيم تغني عن الخيار بجد. فالقتة طعمها دي اصلا جميلة ب5 جنيه ومسكرة جدا. البصل كان ب4 جنيه. يعني انا في فيديو كمان، يعني فيديو مشتريات كده بسيط هحطه لكم في قلب الفيديو. كنت لسه الاسبوع اللي فات يوم 9/11، الفيديو ده كان يوم 9/11. جايبه بصل وجايبه بطاطس وجايبه ملوخيه. هوريكم بقى فرق الاسعار بين وقتها وبين دلوقتي. هو تقريبا هو نفس الاسعار. يعني عايزه اقول لكم ان انا لسه كنت جايبه، بس علشان بعمل الخلطات دي وبشيلها في الفريزر فبستهلك فيها بصل. والبطاطس طبعا قلت لكم انا واحده من الناس لما اجي اعمل ميزانيه لازم احط فيها المقادير زي ما انا بستهلك، اكيد غيري هيستهلك. فالبطاطس لسه كنت جايبه يوم 9 بطاطس، والنهارده كمان لاني بعمل منها صينيه، بحمرها الكلام ده كله. البصل بقى ب5 جنيه. كان ب4 جنيه. كنت بجيب 2 كيلو ونص ب10. لا النهارده ب5 جنيه جبت 2 كيلو ب10 جنيه. بحب اجيب احجام علشان للشوربه، للطبخه صغيره، الحاجات دي كلها. في بقى البطاطس اللي سعرها واقف مش عايز ينزل. البطاطس دي هي دي تحمير، لان فيها الاحمر بتاعها دوت. كنت لسه جايباها وجربتها في القلايه. على فكره ناس كتير قالت لي بيقولوا لنا اسراء القلايه عامله ايه وكده، هبقى اقول لكم اعمل لكم فيديو عنها. يعني اللهم بارك، يعني الحمد لله اللهم لك الحمد على كل حال. البطاطس ب5 جنيه، فانا جايبه 2 كيلو ب20 جنيه اهي.
2 كيلو ب20 جنيه. الاوكسي طبعا انا يعني في مشتريات التموين كنت جايبه صافو، وناس كتير قالت لي اسراء خدي بالك عشان ما بينضفش. يعني عايزه اقول لكم فعلا حقيقي سيء جدا جدا جدا، يعني لو ما فيش معاه اضافات تانية بيبقى وحش. انا بحط معاه اللي هو كلوروكس الالوان، ولو ابيض بحط الكلوروكس الابيض، بس لقيت ان لا انا لازم اضيف معاه ده. يا اما من البدايه كنت خلطت الصافو مع اوكسي، كان عمل لي كميه كويسه وبينضف في نفس الوقت، انتوا فاهمين قصدي. فانا للاسف ما كانش عندي، ففتحته فجيت اغسل بيه لقيت الموضوع صعب شويه معاه، فجبت اوكسي النهارده. انا يمكن ما جبتش من اول الشهر دوت اوكسي، يمكن معاكم طبعا المشتريات اللي بجيبها بصورها مع حضراتكم، فجبت النهارده بقى اوكسي لان اللي عندي خلص ب25 جنيه طبعا الكيلو. قلت لكم بيقعد معايا اللهم لك الحمد، بيقعد معايا من الشهر، يعني من يوم 1 ليوم 30، وبجيب الشهر الجديد الاوكسي وكده. بس الشهر اللي فات عجز معايا لاني كان عندي مفروشات كتير جدا بغسلها، استجاد الحوافظ الكلام ده كله. دي كده مشترياتي، لو جينا حسبناها هنلاقي ان 25 25 و10 35 35 و5 35 و5 40 40 و12 52 جنيه، اتنين هنقول 50 و25 75، يعني 77 جنيه النهارده المشتريات دي بس. والله العظيم 77 جنيه. طبعا انا جبت فطار وكده، يعني حاجات بسيطه اللهم لك الحمد. المهم ان المشتريات ديت ب77 جنيه بالظبط. البتنجان انا هعمله النهارده، وعندي شويه كرنب هعملهم معاه يعني محشي، وهعمله بميه، مش هعمل جنبه لحوم عشان للامانه والاستراحه. انا لما بيبقى عندي محاشي ومش هعمل جنبه لحوم فبعمله بميه بس بغلي شويه ميه واحط ماجي وملح وفلفل اسمر وبتبلها عادي جدا وبسقي بيها الشوربه المحشي. عايزه اقول لكم والله 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 امبارح كنت عامله حله محشي صغيره كده لزوجي، عملتها بميه، يعني كان في عارفين معلقتين شوربه بس كده، فزودت طبعا ميه، كان طعمها جميل جدا جدا. فالفكره اللحوم مش شرط ان انا لازم طالما هعمل محشي اعمل جنبها لحمه او فراخ، فلا انا بعملها بميه اوقات كتير جدا. بقى فيديو المشتريات اللي هو كان بتاع يوم 9/11. كنت جايبة الملوخية وبطاطس وبصل وطماطم. الطماطم كانت كيلو ونص ب10، وقتها كنت جايباها كيلو ونص ب10. والبصل كنت جايباه ال2 كيلو ونص ب20 تقريبا. والبطاطس اسفة، البطاطس برضو كانت في حدود الكيلو ب10 جنيه. طبعا انا اليوم ده كان عندي مناسبة وكده، فعشان كده انا اصلا مش من هواة المانيكير يعني بطلته، بس كان عندي مناسبة وكده فحبيت افرح نفسي شوية. والملوخيه كانت مش عايزه اقول لكم كانت سيئه جدا. كنت جايباها الحزمه ب5 جنيه، خدت منها الوجبه اللي هو كان يوميها بس جايبه البطاطس الملوخيه، خدت منها الوجبه واحده بس، والحمد لله اترمت يعني لانها ما كانتش حلوه خالص. بس فهي يعتبر نفس الاسعار الطماطم اللي غليت. بس ده كان فيديو مشتريات النهارده، اتمنى يعجبكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. مع السلامه.